قتلني أبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في مرض خطير يا جماعة منتشر ما بين المسلمين في هذا الوقت، والموضوع ده كان من زمان من أيام الجاهلية، بس أيام الجاهلية كانت الناس مش عارفة ربنا، لكن لمّا جه الإسلام ادّى المرأة حقوقها الكاملة. وادّاها حقّها في الميراث، وادّاها حقّها على إنه نصف الرجل، عشان أخوها بعد كده النصف الآخر يصلها بيها، مش خلاص خدت حقّها يقطع علاقته بيها وما يودّيهاش. لأ، ربنا سبحانه وتعالى بيحب إن الإخوة يحبّوا بعض، والمسلمين كلّهم يحبّوا بعض. والرسول صلى الله عليه وسلم اتكلّم في الموضوع ده، ما في مشكلة إلا يا إمّا ربنا سبحانه وتعالى اتكلّم عنها أو الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلّم عنها أو مرّت بالصحابة أو بالأنبياء، كل مشكلة إن شاء الله وموجود ليها حل، بس إحنا عاوزين نحِل والّا مش عاوزين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار." يعني إيه؟ الرجل والمرأة أو الإنسان بصفة عامة يكون بيصلّي وبيصوم ومطيع لربنا وبيشتغل وبياكل حلال، لكن قبل ما يموت يكتب ميراثه كُلّه لأبنائه الذكور ويحرم أبنائه البنات. لمّا الأب ما يرحمش بناته والأخ ما يرحمش أخته، هنستنى إيه؟ مين يرحم المرأة، مين يرحمها، مين يحِن عليها، وهي إيه إحساسها بالضبط؟ هل البنت دي هتقدر تدعي لأبوها، هتدعي لأخوها، هتحب الناس دول، والّا الأرحام هتتقطع وهتدعي عليهم؟ للأسف الأخ كمان اللي بيرضى ياخد حق أخته، ده أخ ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليه، وهو بياكل حرام، والإنسان اللي بياكل حرام دعاؤه ما يستجابش. أول شروط من استجابة الدعاء: أطب مطعمك تجد مستجاب الدعوة. وفي قصة معايا حقيقية حصلت بالفعل لأب كتب ورثه لأبنائه الذكور، فجه لأحد أقاربه في المنام وقبره يشتعل نارًا هو وأبنائه اللي أخدوا الميراث، فذهب الرجل ده لأبنائه يقول لهم: ارحموا أبوكم وادّوا بناتكم أو إخواتكم حقّهم. هل الأولاد دول سمعوا الكلام؟ للأسف، وزّعوا التركة عليهم وكأن اللي مات ده ما كانوش يعرفوه، عايشين يتمتعوا في خيره وسايبينه هو يتعذّب. أرجو كل رجل وكل امرأة ياخد من الرؤية دي عبرة، دي قصة حقيقية، ما تظلمش حد وأنت رايح تقابل رب كريم، ادّي كل واحد حقّه عشان ربنا يدّيك حقّك ويرحمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.